السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العيش البلدي، وهنعمله بدقيق الحبة الكاملة، وهنعمله كمان من غير فرن ولا مطارح. واللهم بارك العيش كله ارتفع. هقولك بقى ازاي تظبط العجينة في الصيف علشان العيش كله يرتفع معاكي. بس يا ريت تتابعي الخطوات للاخر، ويا ريت بقى لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا هعمل النهاردة 4 كوبايات دقيق عليهم كوبايتين ردة، يعني كل كوبايتين دقيق عليهم كوباية ردة. ضفت بقى معلقة خميرة كبيرة وربع معلقة ملح، وقلبت الكلام ده كله مع بعضه، وبعد كده هضيف المية. لو انت ما عندكش دقيق الحبة الكاملة تقدري بقى تخلطي دقيق اسمر مع ردة، بس اهم حاجة ان الردة تكون مناسبة مع الدقيق، يعني كل كوبايتين دقيق عليهم كوباية ردة. واهم حاجة ان احنا نخلطهم كويس جدا، وبكده هيكون عندك الدقيق الاسمر اللي هو دقيق الحبة الكاملة. اهم حاجة هي خطوات العجين. بص بقى على العجينة. انا في الاول عجنت العجينة يابسة، يعني فضلت انزل بالمية واحدة واحدة واقلب بالمعلقة لحد بقى ما الدقيق اختفى، وبعد كده شلت المعلقة ونزلت عجنت العجينة بايدي علشان اظبطها. العجينة لسه فيها دقيق، بس مش هنزل بالمية الا بعد دقيقة واحدة من العجين علشان الجو حر وفي الصيف ما بنطريش العجينة. يا ريت بقى في اي معجنات بنعجنها نعجن العجينة يابسة، ونحتاج معانا مية نقدر نطريها. اما العجينة الطرية هتغلبك في العجين وفي كمان في التشكيل. يا ريت بقى في اي معجنات هنعجنها نعجن العجينة الاول على اليابس وبعد كده نطريها واحدة واحدة، وبكده هيكون وصلنا للعجينة المظبوطة في الاخر. ادي بقى شكل العجينة بعد دقيقة واحدة، لمت معايا كل الدقيق وكمان ما احتاجتش معايا مية. هلتها الاول على اليابس ونحتاجت معايا مية، هبل بس ايدي مية واعجنها. لو انت بقى مبتدئة ولسه اول مرة تعجني، انا عايزاكي بقى تمشي على نفس خطوات العجينة علشان النتيجة تطلع معاكي مظبوطة في الاخر. بجد هي اهم حاجة هي خطوة العجين. انا فضلت بقى الت في العجينة لحد ما العجينة اتطرت معايا شوية، وكمان بقى ليها عرق. وكمان الدقيق اللي بيكون فيه نخالة بيبقاش ليه عرق خالص، بس انا كل ما اخدم في العجينة كل ما العجينة اللهم بارك نعمت وكمان بقت طرية، وفي نفس الوقت يعني نضغط عليها ما فيهاش تلزيق بس طرية. كده بقى العيش هيبقى طري بعد السوا وكمان هيرتفع كله. بصوا بقى معايا كده على شكل العجينة في الاخر. العجينة ليها عرق وكمان اللهم بارك، يعني مش طرية قوي ان هي بتتلزق في ايديا او ان هي يابسة جامد. عجينة كده نضغط عليها طرية بس ما فيهاش تلزيق جامد. على طول بقى هشتغل في العجينة على طول، رشيت بقى رشة نخالة في الصينية اللي انا هقطع فيها علشان العجينة ما تلزقش. وكمان بحط العجينة كده من القاعدة اللي تحت بحطها في النخالة علشان بس ايه ما يبقاش العجينة تلزق معايا في الصينية. بوسع كده بين القطعة والتانية. حجم القطعة اللي انا عملتها قد الليمونة الوسط، على حسب ما انت عايزة بقى حجم الرغيف دي يرجع لك انت في الاخر. بس حجم الرغيف النهاردة انا كنت عاملاه كده حجمه زي بتاع الافران، بجد كان طالع تحفة. بعد بقى ما خلصت كل الكمية غطيتها بالكيس علشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة. ونيجي بقى للفرد، والفرد سهل جدا علشان بالنشابة مش بالمطرحة. انا عارفة ان المطرحة بتبقى صعبة جدا على الناس المبتدئة، بس النهاردة هتقدري تعملي العيش البلدي من غير بقى مطرحة ولا فرن خالص. نيجي بقى للفرد، بنرش رشة نخالة تحت الرغيف، ونحرك الرغيف كل شوية علشان ما يلزقش معانا. بنشيله كده ونحط تحتيه النخالة. انا اشتغلت بالردة مش بالدقيق، يعني انا ركنت الدقيق خالص من جنبية، وكل شغلي كده بالردة. رشيت رشة تحت الرغيف ردة، ولقيت برضو الرغيف بيلزق من فوق، رشيت رشة بسيطة علشان وش الرغيف يبقى معروف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حط اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. اهم حاجة واحنا بنفرد الرغيف منخليش جنب في الرغيف رقيق وجنب يكون تخين، علشان لما نسويه ما نلاقيش بقى جنب ارتفع قوي وجنب ما ارتفعش. نخلي بقى سمك الرغيف واحد يعني، ومنخلوش رقيق قوي او تخين قوي، وننفضه كمان للاخر خالص من النخالة. ادي بقى سمك الرغيف علشان ما يتحرقش واحنا بنسويه. بعد ما بنخلص الكمية كلها بنغطيها علشان هنسيبها تخمر. سبتها بقى نص ساعة، وبعد نص ساعة قمت جربت اول رغيف. لو لقيته مظبوط هكمل بقى بقية السوا. بس اللهم بارك من اول رغيف جربته لقيته كده مختمر، يعني مفيهوش نفطة. النفطة للناس اللي هي مش عارفاها هتخلي بقى سمك الرغيف معاكي تخين قوي من تحت، ومن فوق هيكون رقيق، يبقى كده العيش فيه نفطة.
تصبري بقى عليه شويه وترجعي تخبزي. يعني انتي هتجربي رغيف واحد، لو لقيتيه في نفطه اصبري عليه شويه. شايفين من اول رغيف اللهم بارك، طري واستواه بجد تحفه. ادي بقى شكل الرغيف يا جماعه، بجد اللهم بارك، حاجه كده من الاخر تحفه، كأنه مخبوز في الفرن، وكمان أحلى من الفرن بكتير، لأن عيش المصفى كله بيرتفع. استحالة بقى إن في رغيف ما يرتفعش خالص. لو انتي مسوياه في الفرن هتلاقي بقى رغيف بيرتفع ورغيف لأ. لأ، تسوية المصفى كلها هترتفع معاكي. أنا عايزاكي بس تجربيه وتقولي لي رأيك في التعليقات. بس أهم حاجة إن انتي تمشي على الخطوات مظبوط. يعني ساعة ما تشيلي الرغيف وتلقطيه علشان تسويه، بتشيليه بالراحة خالص علشان ما تفشيش الخمر. الخمر لو فش الرغيف مش هيرتفع. وكمان وانت بتنزليه على المصفى بتنزليه بشكل مظبوط، يعني لو نزل بشكل مش مظبوط مش هيرتفع. فأهم حاجة ننزله بالراحة خالص ويكون بشكل مظبوط، ونهدي النار خالص. وبخصوص التسوية ما بنعليش النار خالص تحت المصفى، علشان لو عليتي النار هيتحرق ومش هيستوي، هيديكي كده شكل ان هو استوى من بره ومن جوه هيكون لسه ما استواش. يبقى اهم حاجة استوى على نار هادية علشان العيش يرتفع. وكمان لو عاملة كمية كبيرة ومش عايزة تقفي وقت طويل على البوتاجاز، تقدري بقى تحطي الطاسة على عين التانية تشمعي عليها الرغيف. لو عاملة كمية مش كبيرة تقدري بقى تشمعي على المصفى وتكملي التسوية. بتشمعي الرغيف من الجنبين، يعني بنقلبه على الجنب دي مرة والجنب دي مرة، وبنسيبه بقى على جنب بنلاقيه بقى ارتفع. اللهم بارك، تسوية المصفى بجد بتعجبني جدا، لان العيش كله بيرتفع. وكمان بجد كل اللي بيجربه وبفضل الله بيشكر في الطريقة. يعني مفيش حد عمله خالص وقال ان هو مش مظبوط، لا طريقته مظبوطة 100%. لو لسه بقى ما جربتيش عيش المصفى لازم بقى تجربيه بس بنفس الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط. ولو عاملة كمية كبيرة تقدري بقى اول ما بتبرد بتشيليها في اكياس وتفرزيها. يعني بدل ما تشتري عيش بلدي لا تقدري تعملي العيش البلدي. احنا النهاردة عاملينه بدقيق الحبة الكاملة، يعني دقيق اسمر، بيكون صحي وكمان سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تقدري بقى تعملي اي دقيق انت حباه. يعني لو عايزة تعمليه دقيق زيرو لوحديه او تخلطي دقيق زيرو مع دقيق اسمر هيطلع معاكي العيش البلدي تحفة. اي دقيق انت عايزة تعمليه هينفع معاكي في طريقة النهاردة. اهم حاجة العيش اللي بيستوي بتغطيه على طول بفوطة علشان يفضل معاكي طري. انا علشان خاطر التصوير فمتعرض معايا في الهوا، بس ما شاء الله رغم ما تعرض معايا في الهوا العيش كله كان طري وسواه كمان كان حلو جدا. ادي بقى شكل العيش يا جماعة، بجد شايفين شكله تحفة، يعني حاجة كده من الآخر. بجد هتجربيه وهيعجبك جدا. جربيه بقى علشان تعرفي ان هو مش كلام. بجد عيش المصفى بينفع ناس كتيرة. يعني لو ما عندكش مطارح ولا فرن، ولو قاعدة في مصر او برا مصر تقدري تعمليه. بتمنى بجد ان يكون شرحي بسيط، واتمنى بقى ان انت تدعميني بلايك واشتراك للقناة. استنيني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.